السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل محب عالم الابراج والفلك والارقام تحيه طيبه من قناه البيت البسيط مع فاطمه محمود. معانا خبر النهارده، هيبقوا من الاغنياء والفلوس هتنزل عليهم زي المطره. 3 ابراج هيبقوا من المحظوظين خلال اسابيع. اولهم مواليد برج السرطان. في الاسابيع المقبله سوف يشهد مواليد هذه العلامه تغيرات ماليه مفاجئه وتحسنات ماديه من مصادر غير تقليديه وفرص غير متوقعه ولكن مجزيه. التوقعات العاطفية: تشعر بإحساس بالاستقرار النفسي والعاطفي في علاقتك، وقد يكون هذا وقتا مناسبا لتعزيز علاقتك بشريك حياتك. التوقعات المالية: يجب عليك الاعتماد على نفسك لتحقيق أهدافك المالية، وقد تبحث عن فرص جديدة لزيادة دخلك أو تفكر في الاستثمار بمشاريع صغيرة. التوقعات الصحية: قد تشعر بالتعب والإرهاق نتيجة للضغوط اليومية، لذا من المهم أن تمنح نفسك الكثير من الوقت للراحة والنوم وتناول الطعام الصحي للحفاظ على صحتك. التوقعات المهنية: أنت تواجه بعض الضغوطات في العمل والتي قد تؤثر على أدائك، لذلك من الضروري تنظيم وقتك بشكل أفضل والاهتمام بأكثر بالمهام الأكثر أهمية. مواليد برج الميزان: يستفيد مواليد برج الميزان من فرص عمل جديدة تؤدي إلى زيادة دخلهم، ويستفيدون من معاملاتهم المادية بطرق مبتكرة وجديدة. التوقعات العاطفية: تشعر بحاجة أكبر للخروج من شريك حياتك، مما قد يدفعك إلى تفضيل الجلوس معه للاستمتاع ببعض الهدوء والسكينة. التوقعات المالية: من الأفضل اتخاذ قرارات مالية مدروسة جيدا، لأن الاستثمار أموالك بحكمة سيكون له تأثير إيجابي كبير على مستقبلك المالي. التوقعات الصحية: أنت اليوم تتمتع بتحسن ملحوظ في صحتك، ولكن من المهم أن تستمر في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتك بشكل عام. التوقعات المهنية: ستتاح لك اليوم الفرصة لتحقيق إنجازات كبيرة في مجال عملك، فاغتنم هذه الفرصة لتحسين وضعك المهني والتقدم في مسيرتك المهنية. مواليد برج الثور: يستفيد مواليد برج الثور من الفرص المالية ومصادر الدخل غير المتوقعة، وقد يحصلون على مكافآت مالية. قد تتلقى عرضا مغريا لوظيفة جديدة من شأنها أن تزيد دخلك، ولكن تأكد من التفكير ماليا قبل اتخاذ القرار. الصحة: عليك الاهتمام بصحتك أكثر وتركيز طاقتك على الأمور المفيدة، ومحاولة تجنب أي نشاط لا يعود عليك بالنفع. على الصعيد المهني: تتمكن من تحقيق هدف كنت تسعى إليه دائما، لذا احتفل بنجاحك وأعد نفسك لمواجهة التحديات المستقبلية. عاطفيا: قد تشعر برغبة قوية في التعبير عن مشاعرك بصراحة، لذا حاول أن تخصص وقتا مع شريك حياتك لمناقشة الأمور الشخصية بينكما. وبكده يكون ده الخبر بتاعي والفيديو بتاعي النهاردة. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. لغاية ما أرجع لكم بفيديو آخر، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب. هيبقوا من الأغنياء والفلوس هتنزل عليهم زي المطرة. 3 أبراج هيبقوا من المحظوظين خلال أسابيع: مواليد برج السرطان، مواليد برج الميزان، مواليد برج الثور.